هو ليه مهما تعملي ساعات بتحسي انك اقل من غيرك او انك مش كفايه؟ انا حلا، لو انتي متعرفنيش ولو انتي بتحسي بالاحساس ده فالفيديو ده ليكي. في ناس كتير جدا بتمشي في حياتها وهي شايله احساس تقيل قوي جواها، وصعب يتوصف بكلمه واحده. بس اقرب وصف ليه هو انا ليه دايما بحس ان انا مش كفايه او انا اقل من غيري. مش كفايه عشان ابقى حلوه، مش كفايه عشان ابقى شاطره، مش كفايه عشان ابقى ناجحه، عشان ابقى مقبوله من الناس مثلا. والإحساس ده بيجي في أوقات غريبة، حرفيا ممكن يجي فجأة وانتي قاعدة لوحدك، أو بعد ما تشوفي حد ناجح، أو ممكن بعد موقف بسيط قوي زي إن مثلا محدش رد على المسج بتاعتك، مثلا حاجة ممكن تحسك إن أنا ليه مش كفاية. وفجأة تلاقي صوت جوه دماغك بيقولك هو أنا ليه دايما كده، هو أنا إيه اللي ناقصني، هو ليه الناس التانية بتنجح وأنا لأ. المشكلة إن الإحساس ده مش مجرد فكرة جاتلك، ده إحساس بيمسك فيكي حرفيا وبيأثر على معظم قراراتك لو فضلتي ماشية وراه، وبيأثر على ثقتك بنفسك وعلى حياتك كلها. بس خلينا نتكلم بصراحة، الشعور ده مش بيجي من فراغ، له أسباب وهتناقش فيها معاكم دلوقتي. أول سبب وده أكبر سبب ورا الشعور ده هو المقارنة. تفضلي دايما تقارني نفسك بغيرك، وحرفيا المقارنة دي بقت طبيعتنا كده وجزء من حياتنا كده. مثلا انت بتفتحي الموبايل بتشوفي واحدة شكلها حلو، واحدة ناجحة، واحدة حياتها تحفة وهادية كده، فتقعدي تقارني نفسك بينك وبينهم، فغصب عنك عقلك هيديكي احساس اللي هو بصي هي فين وانتي فين، وانتي فين بقى من الكلام ده والكلام اللي ملوش اي لازمه ده. بس هقولك حاجه محدش هيقولها لك، وخلي دايما الجمله دي في دماغك. انتي حرفيا انتي بتقارني كواليس حياتك باحسن لقطه في حياه غيرك. محدش ابدا هيحب انه يظهر لحظات الخوف ولا الضعف ولا الفشل ولا اللحظات الوحشه في حياته، بس انتي بتشوفي اللحظات اللي هو اختار يوريها لك. وبالنسبه للسوشيال ميديا هي نصها اصلا مش حقيقي، يعني مفيش حد حياته كويسه طول الوقت، يعني هما بيوروكي الحلو بس. فاللي عايزه اقوله انك لو فضلت تقارني نفسك بغيرك طول الوقت دايما هتحسي انك قليله، مع ان في الحقيقي ده مش صح. فركزي على نفسك وبس. تاني سبب هو الكلام اللي كان بيتقالك زمان. مثلا وانتي صغيرة كان حد بينتقدك كتير، مش بيشجعك كفاية، بيتقالك دايما المفروض تبقي احسن من كده، بتحطي في مقارنات مع غيرك طول الوقت. الكلام ده بيعدي بس تأثيره مبيعديش، بيتحول لصوت جواكي، صوت بيكرر نفس الجمل، نفس الكلام اللي كان بيتقالك من ناس اصلا ممكن يكونوا مش موجودين دلوقتي. طب نعمل ايه في الموضوع ده؟ معرفش، بجد معرفش. كل واحد فينا بيتخطى بطريقته، كل واحد فينا عايش حياة غير التاني عاشها. بس هقولك من وجهة نظر انا، ولو سمعتي كلامي ده ومشيتي بيه وجربتي تطبقي ده في حياتك هتبقي احسن. خليكي دايما باصه لقدام، طول ما انتي باصه لورا وعايشه في الماضي مايله للماضي هتفضلي عايشه فيه، ومش هتتحركي خطوه من مكانك، هتفضلي واقفه في مكانك. فالغي بند التفكير في الماضي ده، الغيه وقفيه. اول ما تحسي انك بداتي تفكري في زمان، اعملي اي حاجه تلهيكي عن التفكير، اي حاجه تنسيكي انت كنتي بتفكري في ايه اصلا. وخليكي دايما مركزه انا بعمل ايه النهارده، ده اللي تفكري فيه، انا بعمل ايه النهارده وناويه اعمل ايه بكره. تالت حاجه قله الحركه، ما بتحركيش في حياتك، اتحركي حتى لو خطوه صغيره جدا، عشان مفيش حاجه بتكسر احساس ان انا مش كفايه قد الفعل. حتى لو حاجة بسيطة جدا، 10 دقايق شغل، ربع ساعة قراية، ساعة جيم، أي حاجة صغيرة جدا ممكن إنها تحسسك إنك بتتحركي في حياتك. رابع حاجة، خلي بالك من كلامك لنفسك، ان كلامك لنفسك ده بيأثر عليك سواء كان سلبي او ايجابي. يعني اوعي تقولي انا دايما بحس ان انا مش كفاية، هو انا ليه قليلة، هو انا ليه ما بنجحش، عشان ده مش حقيقي. كلنا عايشين بنحاول، بس كل واحد فينا بيوصل في ميعاد غير التاني، ان المواعيد دي حاجة ربنا اللي بيختارها مش احنا خالص، يعني احنا علينا السعي وبس. خامس حاجة لازم تفصلي بين قيمتك ونتائجك، يعني انتي مش درجاتك، مش شغلك، مش شكلك، مش رأي الناس فيكي، دي كلها أجزاء من حياتك مش أكتر من كده. سادس حاجة ادي لنفسك فرصة انك تغلطي، الغلط مش دليل على الفشل، الغلط دليل انك بتحاولي. في نقطة مهمة لازم تفهميها، انتي مش محتاجة تبقي كفاية عشان تبدأي، انتي بتبقي كفاية وانتي بتبدأي. يعني الثقة مش شرط عشان تتحركي، الحركة هي اللي بتبني الثقة. وخليني اقولك حاجه في الاخر بصراحه جدا، شعور انك مش كفايه ده هيظهر من وقت للتاني، ده كده كده ده طبيعي جدا. بس اللي عليكي مش انك تمنعيه، انك ما تصدقيهوش. فاوعي تخلي احساس مؤقت يحدد لك مستقبلك، وبلاش يبقى في صوت جواكي غالبا جاي من تجارب قديمه
يقنعك انك اقل من نفسك واقل من حياتك، عشان انتي مش كاملة ومش مطلوب منك ده، ان مفيش حد كامل اصلا. بس ده مش معناه انك مش كفاية، انتي انسانة بتحاول وده كفاية. والفرق بين واحدة حاسة انها مش كفاية وواحدة واثقة من نفسها مش ان التانية احسن، بس الفرق ان التانية اتحركت رغم انها حاسة بنفس الاحساس ده. وبس كده. فلو حسيتي ان الفيديو ده شبهك، انت متنسيش تكتبيلي في الكومنتس ويمكن نحاول نعدي الاحساس ده سوا. بس كده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب عشان توصل لكم الفيديوهات الجديده، عشان ان شاء الله مظبطه لكم فيديوهات تحفه ان شاء الله، يعني هتعجبكم. اعملوا سبسكرايب عشان توصل لكم الفيديوهات الجديده. بس كده. بحبكم. باي باي. لو عليا كنت قعدت معاكم شويه كمان، بس هضطر اسيبكم عشان ورايا كليه للاسف.